ليه ام كلثوم بتسلطنك؟ تفتكر ليه يا فنان ام كلثوم كان لها سحر خاص كده؟ في حاجه دايما بتبهرني وانا بسمع ام كلثوم، انها كانت بتعرف تخليك تحس انك عايش في التجربه اللي هي بتحكيها. انت مش عايش، ده انت جزء من التجربه يا فنان. من اول ما قالت لك واقول لك على اللي سهرني واقول لك على اللي بكاني واصور لك ده انا وروحي واقسم بالله عزه نفسي منعاني، والله العظيم يا فنان هي اللي منعاني بجد. واكيد طبعا غلبني الشوق. ام كلثوم ما كانش حد بيغني على المسرح عادي، ام كلثوم يا فنان كانت صناعه كامله. من اول صوتها اللي كان مميز جدا والكلمات اللي كان بيكتبها كتاب وشعراء فعلا بجد زي احمد شوقي واحمد رامي، يعني فكك بقى من البارين والفري ستايل والكلام ده، غير اللي كان بيلحن لها. نسيبنا بقى من اخويا فيجو الدخلاوي وتعالى اقول لك مين اللي كان بيلحن لها. عندك محمد عبد الوهاب وعندك رياض السنباطي، واسماء عظيمه عملوا الحان فعلا عمرنا ما هننساها. وكان في بقى ميزه في حفلات ام كلثوم كلها، ان هي وكل الفرقه اللي معاها كانوا بيتفاعلوا مع الجمهور قوي. يعني لو ام كلثوم حست ان الجمهور مبسوط من حته معينه يبقى نطول فيها ونعيدها تاني، فالجمهور بقى يبقى متسلطن. ده حتى اللقطه المشهوره بتاعت سيد سالم عازف الناي لما سرح بخياله وخرج عن النوته راح مطلع عظمه. والحفله كلها ساعتها سقفت. احب اقول لك يا فنان ان ام كلثوم ما كانتش مجرد اغنيه، ام كلثوم بجد كانت صناعه كامله، من اول ام كلثوم نفسها لحد اللي كتب لها واللي لحن لها وفرقتها فرد فرد. فما تلومش بقى جدك يا فنان اللي ما اشتراش حته الارض ب1.5 جنيه عشان يسمع اخر تراك جديد لام كلثوم. ويلا سلام.